تخيل إن الأرض دي كلها كانت مجرد منجم دهب، وإن البشر نفسهم ما كانوش البداية الحقيقية، دول كانوا مجرد تجربة جينية لكائنات جاية من الفضاء. حسب واحدة من أغرب النظريات اللي انتشرت في العصر الحديث، البداية ما كانتش في الأرض، كانت في كوكب مجهول في الفضاء الخارجي اسمه نيبيرو. الكوكب ده بيحكمه آلهة اسمهم الأنوناكي، ومع مرور الزمن حضارتهم بدأت تنهار، فقرروا ينزلوا كوكب الأرض عشان ياخدوا الذهب وينقذوا بيه كوكبهم. وأثناء حفر المناجم في جنوب أفريقيا، العمال الفضائيين أضربوا عن العمل ورفضوا يكملوا الحفر، وبدأت الفوضى تنتشر. وهنا بحسب النظرية اتاخد أخطر قرار. قرر حاكمهم يصنع كائن بالتهجين الجيني لإنتاج عامل منجم مطيع، وده في نظرهم هو الإنسان. ولما التجربة الجينية دي خرجت عن السيطرة وبدأت تتكاثر وتتمرد عليهم، قرروا ينفذوا الإبادة الجماعية ليهم عن طريق طوفان ضخم. لكن قبل التنفيذ اتسربت خطة النجاة لواحد من البشر. القصة دي ممكن تبان كأنها فيلم خيال علمي، لكن المفاجأة إن في كتير قوي مقتنعين إن دي ترجمة حقيقية لأقدم أساطير الأرض. وعشان نعرف مين اللي ألف الحكاية دي والسر الحقيقي وراها، لازم نرجع الأول لتاريخ حضارة بلاد الرافدين في العراق. هنلاقي كلمة أنونا ومعناها النسل الملكي أو أبناء الإله آن، موجودة في بداية تدوين الألواح المسمارية، ومكتوب في الأدب السومري إن الأنوناكي هم الآلهة السومرية العليا اللي بيحكموا الكون ويقرروا المصائر. وفي العصر البابلي تم تدوين ملاحم كبيرة زي قصة الخلق وقصة الطوفان وقصة جلجامش. وفي الفترة دي قسموا الآلهة لمجموعتين: إيجيكي ودي الآلهة الأدنى أو العاملة اللي بيشتغلوا بحفر المناجم، والأنوناكي الآلهة العليا اللي بتحكم الكون. ومع مرور الزمن استمرت الحكاية دي في الانتشار، وفي فترة الأشوريين تم نحت تماثيل ضخمة ليهم ونقوش بارزة وتسجيل أسماء الأنوناكي. ولو فاكر إن الأساطير دي كانت زمان بس، نرجع تاني للنظرية الغريبة اللي قالها باحث اسمه زكريا سيتشن، واللي أثار الجدل كبير جدا، وفيها ادعى إن الألواح السومرية مش مجرد أساطير، دي سجلات تاريخية حقيقية، وإن الأنوناكي رواد فضاء جم من كوكب غامض اسمه نيبيرو. الكوكب ده بيلف فيه مدار طويل جدا وبيقرب من الأرض كل 3600 سنة. والأغرب من كده إن الحمض النووي اللي موجود في جسمنا هو البصمة الفضائية اللي سابوها الأنوناكي في جيناتنا. والمرعب إن المؤمنين بالنظرية دي شايفين نيبيرو لما يقرب تاني من الأرض الأنوناكي هيرجعوا عشان يطالبوا بملكهم القديم للبشر. والفكرة دي خلت ناس كتير حوالين العالم يصدقوا إن نهاية البشر ممكن تكون قريبة فعلا. وقبل ما حد يصدق الكلام ده، تعالى نرجع للحقائق العلمية اللي أكدت إن مفيش أي دليل علمي موثوق على وجود كوكب اسمه نيبيرو، ولا في دمنا بصمة فضائية، ولا عمر البشر كانوا عمال مستنسخين. وكمان علماء الآثار والمتخصصين في اللغة السومرية أكدوا إن تفسيرات سيتشن بعيدة جدا عن المعنى الحقيقي للنصوص القديمة. لكن الحقيقة المؤكدة إن الأنوناكي مجرد انعكاس لعبقرية وخيال الإنسان القديم اللي كان بيحاول يفهم ظواهر الطبيعة حواليه، فصنع أساطير لكائنات بتشبهه في القوة والضعف والصراعات. ومفيش حاجة اسمها حضارة فضائية، بالعكس هي حضارة إنسانية صنعها الإنسان بتوفيق من الخالق عشان يعرف يكتب ويحط قوانين ويبني أول حضارة عرفها التاريخ. الأساطير مش حقيقة، لكنها بتكشف إزاي الإنسان القديم كان بيفكر ويشوف العالم حواليه. وعشان كده قبل ما نفكر في بكرة، لازم نفهم امبارح الأول. قول لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تشوف أصل حكايتنا الجاية. نشوفكم الفيديو الجاي.